ايوه. اهلا اهلا ولاد اختي، يا مرحبا. عامل ايه يا خال؟ يا مرحبا يا علوه. عامل ايه؟ ازيك يا شمس؟ عامله ايه؟ وحشنا والله عشان من شافك. عامل ايه يا خال؟ الحمد لله بخير والله. اخباركم انتوا؟ والله الحمد لله تمام. والله. ايه وحشيني كده. وانت والله كمان، انت ايه اخبارك والدنيا عامله معاك ايه؟ الحمد لله تمام. ده شفتكم بالدنيا كلها. والله انا عارفه ان انت بتحبنا، كتر خيرك. بجد يا بنتي بحبكم قوي، انتوا ولادي. والله يا خال، وانت عارف من بعد امي ما ماتت، وانت برضو الخال والد، وانت عارف يعني اكيد برضه يا ابني احنا بنحبك قد ايه. وكنا مكلمينك قلنا عايزين نقعد يا خال، قلت لي تعالوا يا ابني نقعد ونتكلم، وادي احنا جينا اهو. يا مرحبا. عمر عايزه قرشين ولا انت عايزه ايه يا بنتي؟ لا حاجه ناقصاكم؟ طيب مش هينفع الكلام على الباب كده يا خال، تعالوا نخش نقعد جوه. ايوه صح صح مظبوط. يلا. خشوا. هم عايزين ايه بالظبط؟ اتفضل. عزيز فضلك يا خال. برضه يا خال انت عارف بعد امي ما ماتت ملناش الا انت، وبصراحه كده يعني انا قلت نستنى شويه. هيعدي 3 شهور، وعشان كده كلمتك في التليفون بصراحه يا خال. وزي ما انت عارف ان انا اختي مخطوبه دلوقتي، وفاضل لها 3 شهور وتدخل ان شاء الله. فهمت. خلاص يا ابني، عرفت اللي انت تقوله لي. خلاص هبقى جهزها، اجيب لها ثلاجه وغساله كمان. مش القصد يا خالد. مش القصد يا خال. احنا جايين طبعا في كرمك يعني، وعايزين منك الورث بتاع امي. اللي هو كان ايه؟ الفدان والشقتين اللي في البيت الكبير. ايه؟ هو ايه اللي ايه خال في ايه؟ ورث مين يا بنتي؟ هو ايه اللي ورث مين يا بنتي؟ ورث امنا يا خال. يا صلاة النبي، يعني انتوا ده كله انا افكركم جايين تسلموا عليا. ايوه ما احنا جايين نسلم عليك برضه. افكركم انا وحشتكم ولا حاجه؟ ما انت خيري طبعا. جايين لي ورث بتاع ايه؟ ورث بتاع ايه؟ امي مش لها ورث؟ ورث بتاع امك. ما كنش امك هي اللي عملتهم؟ ده صلى شايع. على النبي يا خال، احنا جايين نتكلم بالاصول. استنى انت يا شمس، انا بتكلم. بص يا علي يا ابني، قول يا خال. لو محتاج قرشين على عيني. لا يا خال، انا مش موضوع ان محتاج اي مساعده مفيش مشكله. لا. من الاخر كده ما عندناش بنات بتورث في حد. ازاي يا خال؟ بنات ما بتاخدش ورث. لا بس ده شرع ربنا. شرع ربنا. طب بص يا حبيبي، انا اللي انت شايفه ده كله والارض والكلام ده كله كان ابويا اللي كان عامل ده كله، بس انا زودت وساعدت مع ابويا وشقيت وتعبت لما كبرت وخلت الدنيا بقى زي ما انت شايف كده. اللي هو قصدك ايه يعني؟ انا مش فاهمه. يعني اللي قصدي امك اتربت واتجهزت وبصي، ولحد ما انتوا وصلتوا اللي انتوا فيه ده من ايه برضه؟ من شقايه برضه. كنت ببعت لها تعلمكم وتربيكم وكده، ما كنتش بسيبها. ما قلتلكمش كده ولا ايه؟ قصده ايه؟ يعني انت الجامعه اللي انت دخلتها دي من شقايه ومن تعبي، وانت رخر برضه. بس ده حق امي يا خال. طب خلاص سيبه براحته ماشي، وانا هتصرف في الموضوع ده. استنى يا شمس، انت ايه؟ احنا مش عايزين نتعدى الاصول برضه، ده مهما كان خيرنا برضه. احنا اللي متعدينها ولا هو اللي متعدي الاصول؟ اهدي بقول لك. يا علي اختك صوتها بيعلى عليا يا علي. حقك عليا يا خال، بس خلاص في انا بتكلم يا خال. انت عارف ان ده عدل ربنا، وان ده ورث امي يعني. طب يا علي هقول لك على حاجه. شوف انت درست من سنه اولى ابتدائي او ايام ما انت كنت لسه طفل بتشرب لبن وكلام من ده، شفت حاجه انت؟ طبعا ما شفتش. كنت ببعت لها فلوس، يا ما جابت لك لبن وعلمتك الطمع باين في عينه والجشع باين في عينك، وانت عارف هتفضل طول عمرك طماع وجشع. انا اصلا بقول لك دوت عمره في حياته ما هيتغير برضه. شو البنت والسنه لسه ما كملتش كلام. ربنا يخربها على دماغك. بنت بس عيب. الله يسامحك يا بنت اختي، انا مش هتكلم معاك عشان خاطر علي. خلاص يا خال، بس يا خال وعدم برضه التربة برضه. انت برضه يا خال بتقول كلام برضه ما يتعقلش يا خال. انت عارف ان احنا ملناش حد في الدنيا خالص، ولا لينا حد مثلا مكان مثلا بتاعنا بيصرف علينا. انت عارف ان عشاننا كله في ربنا ثم فيك. بص يا ابني، محتاج مثلا قرشين على عيني. اختك زي بعض مش مشكله، هجيب لها بوتاجاز واجيب لها ثلاجه واجيب لها حاجات بالقسط برضه وادفعها لها. لا يا خال معاذ الله، احنا مش جايين نشحت، احنا كل اللي جايين بنتكلم في حق امي، وهو ده مش عدل ربنا يا اخي. انا عمال اجي لك من هنا تجي لي من هنا. حق امك انت كنت قاعد معانا واتحاسبت معانا. لا امك جبته منين؟ خلاص يا علي، خلاص يا علي. اخر الكلام يا خال. اخر الكلام مالكمش عندي حاجه. خلاص ماشي، ملناش عندك حاجه. كتر خيرك يا خال. يلا يا بنت انت يا بنت اللي انا هاخد حقي بالقانون. قانون.
ورينا هتعمل ايه بالقانون واثبت لي يا سيدي. يلا غرف داهيه. يا بابا يا بابا، اللي انت بتعمله ده ما يصحش، الدنيا مش دايما لحد. لا بتدوم للي معاه مش للي ما معهوش. والفلوس دي يعني هتاخدها معاك المقابر؟ الله الله، انت تديني وعظ بقى. بقول لك ايه، انت بتفولي عليا ولا ايه؟ انا ما بفولش عليك يا بابا، بس اللي انا شفته ده ما يصحش، حرام. دول يتامى وفي الاخر وفي الاول برضو دول مش ناس غريبه من بره، دول لحمك ودمك، هترميهم؟ لا مش هرميهم. البنت قلت لها جهزك يا بنتي، اجيب لك ثلاجه غساله عشمانك بوتاجاز. معلش جهاز البنت دلوقتي يعمل قد ايه يا بابا؟ ده انت جايب لي حاجات قد كده جوه تكفي 3 عرايس، ما بالك هي ما جابتش حتى حاجه ليها، ودي يتيمه يا بابا. اللي انت بتعمله ده غلط. اخوها شغال وكل حاجه، بس مش بايده برضو ان هو يفضل يشقى ويتعب عشان يجيب لها كل ده، وفي فلوس بتاعتهم. حلو قوي الكلام. انت قلت ايه؟ اخوها موجود، طب يجيب لها اخوها. اما انت بنتي اجيب لك، ايوه اجيب لك الدنيا كلها. الخال والد. خال والد يعني بقى خلاص هجيب اللي عندي كليته وادوا لهم عشان يرضوا. لا تديهم حقهم بس مش اكتر، هما ما جوش قالوا لك ادينا من معاك يا بابا، اديهم حقهم. حقهم كسر حقك. انت ايه الكلام اللي انت بتقوله لي ده يا بنت؟ ايه انت نسيتي نفسك؟ نسيتي اللي انا علمتك وخليتك ايه دكتوره قد الدنيا؟ مالك كده؟ بس انا امي ربتني ان اليتيم ليه ياخد حقه كامل ومكمل، مش نضحك عليه. يا اخي يا اخي، هتاخد ايه في اخرتك؟ خليك واعمل حاجه حلوه في دنيتك، بدل ما انت طردتهم كده وفي الاخر ما اديتهمش فلوسهم وكلت عليهم فلوسهم. بص بقول لك ايه، مش عاوز كتر كلام، احسن قسما عظما تلاقيني قلبت عليك. اقلب عليا. مش عايزه ميراث منك، ما تدينيش ورث يا عم واديهم هما الورث، انا مش عايزه اي حاجه. حاجه تاني؟ تعرف ما انا اعيش على قدر الحياه ما بديش ورث لحد. ولا بص هنا، ورث ايه اللي انت بتتكلمي فيه؟ اروح اديهم ورث يديهم لجوازهم يتبرطعوا فيه وانا حي؟ ازاي يعني؟ وانت رحت فين؟ ده كله عامله عشانكم يا عبيطه. يا عم انا مش عايزه حاجه من الورث بتاعك، اديهم هم ورثهم، وانا مش عايزه اي حاجه خالص. انا متنازله عن ورثي اهو، وانت عايش اهو يا بابا يا حبيبي، متنازله ليه عن ولاد عمتي. طب سؤال تاني، مين كان بيشقى ويطلع في السقعه ويطلع في الحر ويتعب ويطلع عينه؟ وانا وابويا، تمام؟ وانا اللي زودت الحاجات دي كلها وكبرتها كده. البذرة الاول كانت لمين يا بابا؟ كانت لجده الله يرحمه، يعني هي كمان ليها زي ما انت مليك. انت طيب. ليك الضعف، ليه طمعان في حاجه بسيطه؟ بلاش من كده، انا بقى حاسبها على اللي عمله ابوها. يعني ايه اللي جدد ابوها في الاول حاسبه عليها، هيطلع لها ايه؟ هو جده الله يرحمك مش وصاك على اختك دي وولادها؟ عشان انت عارف ان جوز اختك ميت بقاله كتير. بلاش من كده، خلاص خلاص يا ندى يا بنتي، اديها قرشين واعتبري يا ستي او صدقه او كده. هما جايين يشحتوا منك يا بابا، ده حقهم يا بابا، اتقي الله يا بابا. بقول لك ايه، ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، لا كده ولا كده، انا مش عاطي حاجه لحد. يلا غوري من اموالي. انا اصلا مش هتكلم معاك تاني، وانت هتشوف يوم على اللي انت عملته في اليتامى دول. حسبي الله ونعم الوكيل. يا بابا ادي اللي انت عملته فيهم اترد لك، واول ما انت ما طلبت انك تشوفهم اهم جم. وعليكم السلام. قولي لهم، قولي لهم يا بنتي، قولي لهم انا كنت مستني من بدري. على فكره والله بابا حس بالذنب. تعالى يا علي، وكان طالبكم من بدري. قرب عليا. يا خالد، ايدك يا علي. عامل ايه يا خالد؟ معلش يا ابني، بعد الشر عليك. سامحني. لا ولا فيش حاجه. سامحني يا ابن اختي. لا انت برضو الدنيا عمتني. شمس، حقك عليا. حقك عليا يا شمس. سامحيني يا بنتي. ما فيش حاجه يا خالد، ما فيش حاجه. ما عادش في وقت. بعد ايه؟ خلاص لما حسيت ان انت هتروح وبتقول لي سامحك. بس ايه اللي بتقوليه ده؟ يا شمس عشان خاطري ندى يا بنتي، انا قولي لها تسامحي ابويا خلاص بين الحياه والموت. لا بعد الشر ان شاء الله مش هيحصل له حاجه هي وهيقوم. بسيطه، الله اعلم اذا كان هقدر اكمل معاكم الكلام ولا لا. ان شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل يا خالد. قال ان هو عنده المرض الوحش، وانه خلاص في اخر ايام، وان مفيش فرصه حتى ان هو يستأصلهم، وانه خلاص بيروح. خلاص يا علي، بعد الشر عليك يا خالد. انا سايب كل حاجه، ما عادش. ما تقلقش يا خالد، ما تقلقش والله ربنا كريم. بعدين فلوس ايه يعني اللي احنا بنتشكل عليه يا عم؟ ده كله كلام فاضي. كله رايح يا خالد. الدنيا غرورة غرتني،
باصص لاي حاجه. طب اهدى، طيب اهدى معلش، وحقك علينا احنا اسفين. لا حق ده انتوا اللي حقكم عليا. سامحوني سامحوني يا ولاد اختي. يا خالة والله احنا مسامحينك من غير اي حاجه. دعواتكم والله ومن هي اللي قلبي. حقت فيا. لا 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 يا خال ما تقولش كده، والله ما دعينا عليك. طيب ما دعناش عليك يا انا خال عايز ابقى والله. راضي، ارضى عليا. يا خال والله احنا ردينا عليك، مفيش اي حاجه، بس أهو. انت تقوم بالسلامه. اهو عرفت يا خال. انا مش عارف عملت كده ليه. حصل خير، لا حول ولا قوه الا بالله. عدى وفات. كان دخل بينا شطان يا خال. قولوا لهم يا ندى، قولوا لهم انا اتعذبت قد ايه. يا خال يا بابا وانا مش مسامح نفسي. يا خال والله العظيم احنا خلاص، والله ما في حاجه جوانا منك وحشه. انت مهما كان برضه خالي ولحم ودم. ازاي يعني عشان شويه فلوس هنكره بعض؟ طز في الفلوس، طز في الفلوس اللي تعمل في القربه كده يا جماعه. ادهم كل حاجه يا خال احنا مش عايزين حاجه، هم احنا عايزين عايزينك بس ياخدوه. تقوم زي الفل وتبقى زي وكويس كده ان شاء الله. اعمل ايه؟ انا كده كده هيجيبوا عليا بالتراب. مش هاخد حاجه معايا. الا بالله. انا عارفه دكتور كويس قوي، هكلمه وان شاء الله هتخف وتبقى زي الفل. انا دكتور. كلمت خطيبي وخطيبي بره مصر، وخطيبي دكتور زي ما انتي عارفه، وحالة بابا خلاص. انا هروح اشوف الموضوع ده برضه وهتكلم مع دكاتره كويسين. بقول لكم. ماشي، خليك معايا. تعبتوا بالعافيه. عندها الشمس، عندها الشمس بسرعه. هتكلم دكتور وجايه، هتكلم دكتور. ايه ده؟ بابا خال. بابا يا خال يا بابا يا خال. لا حول. لا يا بابا انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. لا ما تغطيش بس وشه بابا بس مات. وحد الله وحد الله وحد لا اله الا الله. خال الله يرحمك يا خال.